بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تم تعيين سفير إثيوبي جديد لدى الصومال، اسمه سليمان دادفو. اشتهر سليمان دادفو في آخر 6 سنوات عبر موقعه على تويتر بدعمه لأبي أحمد في حربه ضد إقليم تيغريه وسحق تيغريه بكل الوسائل الممكنة والحفاظ على وحدة إثيوبيا، وحدة كاملة للدولة. وكان مدافع قوي عن أبي أحمد وحربه ضد إقليم تيغريه. فهذه من أسباب كان ممكن التي جعلته ينال المنصب السفير لدى الصومال حاليا، لأنه اشتهر بهذه المواقف القوية. وفي عام 2024 بداية سنة 2024 شهر 1 عقدت اتفاقية باطلة بين أبي أحمد والإقليم الانفصالي المسمي نفسه إقليم أرض الصومال. بموجبها إثيوبيا تأخذ موقع كبير في البحر الأحمر لتبني عليها كما هي قالت وأعلنت ميناء لتنزل منها بضائعها وتستفيد منه لسنوات طويلة، ل50 سنة ممكن. فالأمر هذا كان هو داعم ليه ومشجع له وداعم لانفصال الإقليم أرض الصومال عن الصومال، وكان بيتدخل في السياسة الصومالية ويدعو إلى انفصال إقليم أرض الصومال الذي يسعى لهذا الانفصال. فهو شخصية متناقضة كما ترون. من ناحية كان في حرب التكريه مدافع قوي عن وحدة إثيوبيا كوحدة كاملة، وسحق أي جهة أو أي فصيل يحاول أن ينفصل بالإقليم بتاعه. وكان في المعركة بيشجع أبي أحمد عبر وسائل الإعلام عن طريق الإنترنت، عن طريق تويتر، وموجودة مواقفه في هذا الاتجاه. فمن ناحية كان بيدافع عن وحدة إثيوبيا، ومن ناحية الأخرى كان بيدعو إلى انفصال ويتدخل في الشؤون الصومالية ويدعو إلى انفصال إقليم جمهورية أرض الصومال. فهذا رجل متناقض ومعادي ومتدخل في الشؤون الصومالية. هذه كانت مواقفه. ومن الناحية الأخرى كان معروف أنه يشتم الرئيس الصومالي الحالي حسن الشيخ محمود بأفظع الألفاظ. كان بيدعوه بالمافيا، كان بيدعوه بألفاظ غير دبلوماسية، ويشتم شتيمة كان يرد عليها بعض الصوماليين عبر الإنترنت والتويتر. فهو شتيمته لرأس الدولة بيعتبر تجاوز في سيادة الدولة، ونحن نرفض جميعا هذا الأمر، مع أنني واحد من المعارضين لسياسات الرئيس الحالي وتفريطه في سيادة الأرض واستيلاءه على أراضي الناس العامة والأراضي الدولة. مع ذلك لما يأتي شخص أجنبي يتطاول على رئيس الدولة الذي يمثل السيادة الوطنية، فهذا الموقف احنا جميعا نقف مع الرئيس ونقف مع بلدنا ضد هذا التجاوز القادم من هذا الرجل المجرم. أسباب غريبة غير معروفة تجعل رئيس دولة يقبل بتعيين رجل هذا هو ملفه وهذه سلوكياته وهذا هو عداؤه للوطن وله شخصيا، لحسن الشيخ محمود شخصيا. فإثيوبيا ما الأسباب الممكن تدعو هذا الرئيس حسن الشيخ محمود أن يقبل بشخص كهذا؟ من ناحية أخرى الأمر يدل أنه المخابرات الصومالية ليس لديها ملف عن الأشخاص والأفراد من دول الجوار المتدخلين والمعادين للصومال بشكل شخصي، لأنه لو قدموا الملف للرئيس وعرف هذا الرجل عدوانه على السيادة الصومالية وعدوانه عليه شخصيا
كان ركن الملف على الجنب وأخذ له كم شهر، شهرين ثلاثة، وكان هيبان إنه الرجل مرفوض، أو كان رفضه بشكل مباشر بأسباب مسببة لرفض هذا الرجل لتعيينه في هذا المنصب. فهذا يدل أن المخابرات الصومالية ليس لديها ملف عن هذه الشخصيات المعادية للسيادة الصومالية، أو أنها قدمت الملف والرئيس ضربوا عرض الحائط وفضل أنه يقبل بالتعيين الذي أتى إليه من الطلب من الدولة الإثيوبية من أبي أحمد شخصيا، عندما كان الرئيس الصومالي في الزيارة لإثيوبيا يطلب منه أنها توقف دعمها لحاكم إقليم جوبالاند الذي هو في عداء مع الرئيس وفي حرب شخصية. والرئيس بعت منذ فترة جنود لهذا الإقليم، وانتصرت الجنود وانتصر قوات الحاكم أحمد مدوبة حاكم جوبالاند، انتصرت على القوات الفيدرالية. وكانت فضيحة إنه القوات الفيدرالية فرت من المعركة، بعضها وبعضها قتل، والذين فروا دخلوا إلى حدود كينيا، وكانت فضيحة لهذه المعركة. وحربه مستمرة مع هذا حاكم الإقليم الرافض لسياسات الرئيس. فكان راح لإثيوبيا عشان يطلب منها إنها توقف دعمها لحاكم هذا الإقليم وتسيبه هو يتصرف معاها. فإثيوبيا متدخلة ومحتلة الأراضي الصومالية ومفرقة وليها علاقات مع كل حاكم إقليم لحدة. فقبل الرئيس هذا الإهانة الشخصية، إنه لما زار إثيوبيا أبي أحمد وطلب منه هذه الطلبات في أثناء زيارته لإثيوبيا في مدينة اسمها دولو على الحدود الصومالية الإثيوبية، جزء منها تابع لإثيوبيا وجزء للصومال. فالجزء الحكومة القوات الإثيوبية راحت للجزء الصومالي واقتادت حبست قائد هناك جيش وقتلت بعض الأفراد في أثناء وجوده في إثيوبيا في هذه البهدلة التي تعرض لها. وطلبوا منه أن يأخذ قبول السفير هذا سليمان دادوف في أثناء الزيارة، وبلع كل هذه الإهانات فقط علشان يحيد إثيوبيا في معركته ضد حاكم إقليم جوبالاند أحمد مدوبة. من قبل إثيوبيا طلبت منه طلبات متدخلة في سيادة الصومالية، إنها طلبت منه نقل السفير أحمد فقه وزير الخارجية من منصبه في وزارة الخارجية، لأنه كان في مفاوضات بين وفود دبلوماسيين من الصومال ومن إثيوبيا توسطت ليها دولة تركيا في أنقرة. في أثناء هذه المفاوضات وقف لهم أحمد فقه موقف رفضته إثيوبيا، ورفض طلباتهم إنه يأخذوا جزء من السيادة الصومالية وهذه الأمور والبحر فأحمد فقه كانوا متهمينه إنه متطابق مع الرؤية المصرية، إنه راجل درس وتعلم في مصر ويرى اعتداءات إثيوبيا ضد السيادة الصومالية وإنه يحسبوه على الجانب المصري. فطلبوا نقله من منصبه في وزارة الخارجية، وكان نائب وزير الخارجية رجل رؤيته هم مرتاحين لها كإثيوبيا وقريب منهم، فطلبوا إنه هذا الرجل يكون في المفاوضات بدل وزير الخارجية. وفعلا وافق لهم الرئيس الصومالي على طلبهم ونقل وزير الخارجية من وزارة الخارجية إلى وزيرا للدفاع. ممكن حد يقول إنه إذا نقل وزارة الدفاع برضو منصب يروه خطر عليهم. لا طبعا، لأنه لا يوجد جيش قوي ولا يوجد جيش موحد للدولة الصومالية عشان يقلقوا منه من مواقف هذا الرجل إنه يحاربهم ويخرجهم ويخرج احتلالهم من الصومال. هم عارفين قدرات الجيش الصومالي حاليا إنه لا خوف منها، ولكن هم كانوا قلقين من وجود هذا الرجل وزير الخارجية السابق في المفاوضات
لأنه يرفض لهم أنه يمضوا ويوافق على طلباتهم. فهم كانوا قلقانين من الناحية الدبلوماسية من هذا الرجل أكثر من الناحية الدفاعية. هذا هو الأمر. ماذا سيفعل هذا السفير الجديد عندما لا يأتي إلى الصومال وهو فعلا وصل؟ ومعروف سفارة إثيوبية ملاصقة لقصر الحكم الرئاسي الصومالي. سيكون قائد، والسفارة تكون قبلة لجميع العملاء الإثيوبيين في داخل الحكومة الصومالية، ويكون قائد لهم ومنسق، وتكون عبارة عن قصر حكم صغير مجاور للقصر الرئاسي الصومالي. والله يعين الصومال، وإن شاء الله نخلص من هذا العهد المتواطئ، هذا الرئيس المتواطئ المهين لكرامة الصومال والمفرط في سيادتها، نخلص منه على خير في أقل من 8 شهور إن شاء الله، موعد الرئاسة القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.